دلوقتي هنبدأ مديول جديد وهنتكلم عن حاجة مهمة جدا وهي البيفت تيبلز في الإكسل. إزاي بقدر ألخص البيانات بتاعتي وأطلع جداول بشكل بروفيشنال بحيث المدير بتاعي يقدر يعرف التقارير أو الأرقام اللي هو عايزها. يعني مثلا بدل ما أنا كنت بستخدم الصم إف والكاونت إف والأفريج إف، ولو عندي أكتر من كرايتيريا كنا بنستخدم الصم إفس والأفريج إفس وهكذا، أو حتى مثلا عايزة أجيب الإجمالي أو المتوسط فكنا بنستخدم الصم والأفريج والماكس والمين والكاونت. طب هل في حاجة بتقدر توفر عليا مجهود وتقدر توفر عليا وقت وكمان اطلع الحاجه بشكل بروفيشنال؟ هي البيفت تيبلز. تعالوا نجرب مع بعض دلوقتي ازاي بنقدر نعمل انسيرت البيفت تيبلز ونشوف الاستراكشر او الهيكله بتاعتها عامله ازاي. انا عندي هنا شويه بيانات، عندي ارقام الفواتير، اسماء الفروع بتاعتي، الكاستمر تايب، الجندر ميل وفيميل، وبرودكت لاين خطوط الانتاج، واليونت برايس والكوانتيتي والتاكس الضريبه والمبيعات والتواريخ والتايم والبيمنت طرق الدفع، وكل اوردر عندي او كل فاتوره عندي ليها الريت بتاعها. الناس الكاستمرز بتوعنا او العملاء بتوعنا بيدونا زي تقييم. طيب حلو جدا، احنا خلاص كده عرفنا بس سريعا البيانات بتاعتنا عباره عن ايه والكولومز بتاعتنا عباره عن ايه. انا محتاجه اعمل ايه؟ محتاجه اعرف ايه التوتال سيلز لكل برودكت لاين، او عايزه اعمل كومباريزون ما بين مثلا اسماء الفروع بتاعتي وعايزه اعرف ايه اجمالي المبيعات، متوسط المبيعات، اعلى مبيعات بيحققوها كل فرع. فعلشان اقدر اطلع الريبورتس دي او اطلع التقارير دي، فتعالوا دلوقتي هنشتغل مع بعض ونطلعها بالبيفت تيبلز. مجموعه البيانات اللي عندنا هروح اقف في اي مكان. خدوا بالكم احنا نقدر نعمل البيفت تيبلز على حاجتين، على تيبلز او على رينج اوف داتا. طيب انهي الافضل؟ الافضل طبعا التيبلز، زي ما اتكلمنا قبل كده ايه المزايا بتاعه الجدول وامتى اشتغل على الجدول امتى ما اشتغلش على الجدول. طبعا لو البيانات بتاعتي فيها ميرج للسيلز، يعني في دمج للسيلز، فطبعا محتاجه ان انا افك الميرج ده علشان اما اروح اعمل انسرت تيبل هو تلقائي هيفكه. فطبعا علشان يفك الميرج الموجود او يعمل ان ميرج للسيلز، فطبعا هيبقى في سيلز فاضيه، فانا مش عايزه يكون في سيلز فاضيه عندي. فالمفروض ان احنا بنعالج الميرج ده قبل ما نروح نعمل انسرت تيبل. طب لو انا اصلا البيانات بتاعتي او شكل السيستم بتاعي لازم يكون فيه ميرج، ساعتها مش هقدر اعمل انسيرت تيبل. ففي حالات بنقدر نحول البيانات بتاعتنا لتيبل، وساعات بنحتاج ان احنا نسيبها رينج اوف داتا. طيب احنا حاليا البيانات طول ما احنا شغالين وبنقدر نطلع تقارير وعايزين نعمل بيفت تيبلز، فيفضل البيانات تكون بتاعتنا تيبل. طيب تعالوا دلوقتي هنجرب مره نشتغل برينج اوف داتا ونشوف ايه المشكله ممكن تظهر لنا. طيب ونجرب بعد كده لو اشتغلت بالتيبل هل هتحل لي المشكله دي ولا لا. هنجرب في الاول اللي احنا نعمل انسرت البيفت تيبل على بيانات نوعها رينج اوف داتا مش تيبل. طيب هقف في اي مكان، هروح عند الانسرت واقول له دخل لي بيفت تيبل. فاول ما هقول له انسرت البيفت تيبل فبيقول لي التيبل الرينج اللي هو عامل عليه سيلكت، اسم الورك شيت بتاعي واسم الرينج بتاعي من A1 لغايه M1001. حلو قوي. طيب هدخل البيانات بتاعتي فين؟ هيحطها لي فين البيفت تيبل؟ هل هيحطها لي في ورك شيت جديد ولا في اكزيستنج؟ يفضل دلوقتي نشتغل على نيو ورك شيت، يعني ما احطش التقارير بتاعتي في نفس الشيت اللي احنا فيه اصلا داتا سيت او الداتا سورس بتاعتنا. طيب هختار نيو ورك شيت وادوس اوكي. ما عملتش حاجه غير ان انا دوست اوكي. اول ما عملت انسرت البيفت تيبل ظهر عندي كذا حاجه. اولا فتح لي ورك شيت زي ما انا طلبت منه. تاني حاجه فتح لي مكان اقدر احط فيه البيفت تيبل بتاعي. تالت حاجه فتح لي مكان اسمه البيفت تيبل تولز اللي هو البيفت تيبل انالايز والبيفت تيبل ديزاين. رابع حاجه فتح لي حاجه اسمها البيفت تيبل فيلدز. الفيلدز دي بتتقسم لجزئين. كلمه فيلدز دي يعني كولومز زي ما احنا بنطلق عليها في الداتابيز في قواعد البيانات. مش بنسميها كولومز، لا احنا بنسميها فيلد. كذلك في الروز مش بنسميه روز في الداتابيز، بنسميه ريكورد. تمام، فليها كذا مسمى. طيب فهنا في البيفت تيبل فيلدز هتلاقوا كل اسماء الكولومز عندنا. بصوا هتلاقوا الانفويس اي دي، البرانش، الكاستمر تايب، جندر، وهكذا. بعد كده الجزء الثاني في البيفت تيبل فيلدز اللي احنا عندنا بيتقسم لاربع اجزاء. لو انا عايزه اعمل اي فلتر على الكولومز دي، يعني ممكن اخد البرانش واحطه في الفلتر، فانا كده بعمل دراج ودروب، يعني باخد الكولومز دي واحطها في الاربع اجزاء او الاربع مناطق دي. فاي حاجه عايزه اعملها فلتر في الكولومز دي فراح اخدها واحطها في الفلتر. طب عايزه اعرض البيانات تحت بعض على هيئه روز فهاخد الكولوم واعرضه في طيب عايزه اعرضها جنب بعض على هيئه كولومز فبحطها في الكولومز. طب عايزه اعمل اي كالكوليشن، اعمل اي عمليات حسابيه، صم، افريج، ماكس، من، وهكذا، بروح ادخلها في الفاليوز. يبقى احنا دلوقتي عندنا شويه فيلدز او عندنا شويه اسماء الكولومز بتاعتنا بقدر اخدها دراج ودروب في المناطق دي. طيب تعالوا بقى نجرب مع بعض ان انا دلوقتي عايزه اطلع تقرير واجيب اجمالي المبيعات بتاعتنا لكل برانش او لكل برودكت لاين.
تعالوا نعمل ايه؟ انا قلت لكم عايزه اجمالي او هنقول بقى عايزه التوتال سيلز باي برودكت لاين، او اجمالي المبيعات بتاعتي لكل خط انتاج عندي. طب هعمل ايه؟ انا دلوقتي هحتاج 2 كولومز، السيلز والبرودكت لاين. فهاجي اختار البرودكت لاين، مجرد بس ان انا عملت علامه صح او عملت تشيك عند الكولوم بتاع البرودكت لاين، عمل ايه؟ راح اخد البرودكت لاين وحطه في الروز. انا ما عملتش حاجه غير بس عملت علامه صح. فبصوا عرضها لي ازاي، عرضها لي جنب بعض. خليني هكبر الزوم. فعرضها لي، خد البرودكت لاين وحطه في الروز وعرضها لي تحت بعض. تمام. طيب عايزه اجيب المبيعات، فهروح اكليك على السيلز، فتلقائي اي كولوم عندنا فيه ارقام وعملت سيلكت عليه من هنا، او رحت بس عملت علامه صح جنبيه، علامه تشيك كده جنبيه، على طول بيروح على الفاليوز وعلى طول بيعمل عليه سمشن من غير ما انا اديله الامر ولا اي حاجه. تاني انا عملت ايه؟ بصوا انا حتى لما باجي امسح الكولومز بتاعتي فبقدر ان انا امسكها كده واعمل لها ديليت. فانا هقول له دلوقتي انا عايزه اجمالي المبيعات لكل برودكت لاين. انا ما عملتش حاجه غير ان انا عملت علامات صح. فايه اللي حصل؟ اخد السيلز حطها لي في الفاليوز وجاب عليها السم اللي هي السمشن كمجموع، واخد البرودكت لاين وحطه في الروز. طب ينفع اخد البرودكت لاين وحطه في الكولومز؟ بس كده هيعرضها لي ايه؟ هيعرضها لي كجنب بعض ككولومز. تمام. لا احنا عايزين نعرضها، والديفولت حتى بتاعه اللي هو حطها لي في الروز. طيب لو تاخدوا بالكم ان هو دلوقتي جاب لي الالكترونيك اكسسوارز، ايه اجمالي المبيعات بتاعتي؟ نفس القصه في الفاشن، نفس القصه في الفود، وهكذا لكل برودكت لاين. طب مين اللي تحت ده؟ ده الجراند توتال، ده اجمالي المبيعات بتاعتي. يعني هو كمان جاب لي جراند توتال من غير ما انا اطلب منه. فده برضو الديفولت بتاع الاستراكشر او الديفولت بتاع البيفت تيبل. يبقى هو كده جاب لي اجمالي المبيعات بتاعتي لكل برودكت لاين. طبعا لو انا بعملها بالفانكشنز فهيعمل ايه؟ هستخدم سم اف، هقول له روح جيب لي السم اف للالكترونيك اكسسوارز، وكذلك الفاشن والفود والهيلث وهكذا. طيب حلو قوي. ده كده اول بيفت تيبل عملناه، اجمالي المبيعات بتاعتي لكل برودكت لاين. طب عايزين نظبط التقرير شويه، هروح هنا بدل كلمه سم اوف سيلز هروح اقول له توتال، هروح اكتب عادي بكل بساطه توتال سيلز. وهنا دي برضو رو ليبلز مش مفهومه، فهروح اكتب له برودكت لاين بس كده، بحيث ان الحد اللي يشوف التقرير ده يقدر يعرف ده بيتكلم عن ايه بالظبط. فده البرودكت لاين وده اجمالي المبيعات بتاعتنا. طيب حلو قوي. انا عايزه اعمل بيفت تيبل تاني، احنا هنطلع كذا تقرير. فهروح على الشيت الاصلي، هروح على الداتا سورس الاصليه. خلينا نسمي الشيت ده رينيم، رايت كليك ورينيم، وهسميه ريبورت. طيب هروح عند الاوردرز وهروح تاني اقول له اعمل لي انسرت لبيفت تيبل، وهقول له بقى المره دي نيو ورك شيت. هل كل مره اما ادخل بيفت تيبل هدخله في ورك شيت جديد؟ اكيد لا، انا عايزه اجمعهم في مكان واحد. فالمره دي مش هنعمل نيو ورك شيت، يعني احنا اول مره عملنا نيو ورك شيت بحيث يفتح لي ورك شيت جديد وهدخل فيه كل البيفت تيبلز بعد كده. فاحنا المره دي هنختار امر تاني اللي هو اكزيستنج ورك شيت. طب فين الورك شيت اللي احنا عايزين ندخل فيه؟ فين الديستنيشن او اللوكيشن بتاعي؟ هروح على الريبورت اللي هو الشيت اللي احنا سميناه من شويه اللي هو ريبورت، وهقف عند سل معين. اروح اقف مثلا عند السل دي وادوس اوكي بس كده. يبقى لازم واحنا بنعمل انسرت البيفت تيبل سواء في نيو ورك شيت فهيفتح لي ورك شيت على طول، بس لو قلت له اكزيستنج ورك شيت فلازم اختار السل. يعني هروح على الشيت واختار السل بالظبط. طيب هروح دلوقتي اقول له دخل لي مثلا الجندر، عايزه دلوقتي اجمالي الكوانتيتي لكل جندر، عايزه اجمالي الكوانتيتي لكل جندر. فاخترت الجندر حطها لي في الروز. طب عايزه الكوانتيتي فكده حطها لي في الفاليوز من غير ما اعمل اي حاجه، انا بعمل علامات صح بس. فهو تلقائي اخد الجندر حطها لي في الروز واخد الكوانتيتي حطها لي في الجزء بتاع الفاليوز. وهقدر دلوقتي اعمل بقى او اطلع الارقام اللي احنا عايزينها اللي هو اجمالي الكميه المباعه لكل جندر عندي. فاحنا في الفيميل كذا والميل كذا، فباين مثلا الفيميل اعلى، وطبعا تلقائي جاب لي الجراند توتال. يعني معنى كده ان اجمالي الكميه المباعه بس، وسكت سواء بقى ميل او فيميل مش هتفرق، 5510. ال 5510 دي متقسمه لجزء فيميل وجزء ميل. تمام كده. طيب حلو قوي. طيب نظبط التقرير بتاعنا توتال كوانتيتي وهنا الجندر. حلو قوي. طيب عايزه اعمل تقرير تاني. هل بقى كل ما اجي اعمل تقرير هروح على الداتا سورس الاصليه واقول له انسرت لبيفت تيبل واكزيستنج ورك شيت واروح على الشيت واقف على سيل؟ اكيد لا. الاسهل بقى خلاص مجرد ان انا بدخل بيفت تيبل واحد، بدل ما كل مره هعيد الخطوه بتاعت اكزيستنج ورك شيت، لا انا بدخل بيفت تيبل مره واحده وهاخد البيفت تيبل ده ككل. خدوا بالكم بقى انا مش باخد جزء منه، لا انا باخده من اول سيل لغايه اخر سيل لغايه الجراند توتال. هعمل كنترول سي ككوبي
واقف في اي مكان تاني واعمل كنترول في كابيست بس، فدخل لي نفس الجدول. خلاص انا مش محتاجه دول، فهشيل دول وادخل الجديد اللي انا عايزاه. يبقى تاني انا باخد اهو مثلا الجدول ده باخده من اوله لاخره كنترول سي، واقف في اي مكان تاني كنترول في، واشيل النقط دي. انا مش عايزه يعرض لي دول، عايزه يعرض لي حاجات تانية، فبقدر ان انا اتحكم فيهم. تمام. طيب هنا بقى احنا في البيفت تيبل ده عايزين نعرض ايه؟ عايزين نعرض البرودكت لاين، يعني اجمالي المبيعات بتاعتي لكل برودكت لاين لكل ميل وفيميل. عايزه اجيب، يعتبر دلوقتي ادمج ما بين التو بيفت تيبلز دول، اللي انا اجيب اجمالي المبيعات بتاعتي لكل برودكت لاين قد ايه ميل وقد ايه فيميل. يعني مش عايزه التقرير ده بس، ده انا كمان عايزه اعرض ميل وفيميل. طيب تعالوا نشوف مع بعض ازاي نعمله. خدوا بالكم على حسب السيناريو او السؤال او المعلومه اللي انتوا عايزين تطلعوها، بتبداوا تقرروا ايه الكولومز اللي انتوا هتستخدموها. فانا قلت لكم احنا عايزين نطلع اجمالي المبيعات، فده اول كولوم لكل برودكت لاين، فانا هختار العمود بتاع البرودكت لاين. وكمان عايزه اعرف قد ايه ميل وقد ايه فيميل، فهختار العمود بتاع الجندر. فانا دلوقتي هسلكت على 3 كولومز، فهقول له دلوقتي جيب لي البرودكت لاين وجيب لي الجندر وجيب لي السيلز. حلو جدا، طلع لي فعلا البيفت تيبل بتاعي. كويس جدا. طيب تعالوا بقى نقرا البيفت تيبل ده، ايه المعلومات اللي بيقولها. هو هنا عمل لي حاجه اسمها السب توتال، يعني الجزء ده كده بنسميه سب توتال. مين السب توتال ده؟ السب توتال ده اللي هو زي توتال كده فرعي لكل جروب عندي او لكل مجموعه عندي. يعني مثلا احنا دلوقتي في الالكترونيك اكسسوارز اجمالي المبيعات بتاعتنا كذا، الرقم ده هو التفاصيل بتاعته ميل وفيميل. يعني خلينا مثلا عشان دي سيلز فممكن نعمل علامه الالاف. تمام. ولو انتوا عايزين تقللوا ديسمال بليسز او تزودوا ديسمال بليسز فالعبوا في الهوم نمبر فورماتنج وتحكموا براحتكم. فانا دلوقتي الكترونيك اكسسوارز فهو 54,000 وشويه. ال 54,000 وشويه دول متقسمه في ميل 24,000 وشويه وميل 29,000 وشويه. طب في الفاشن نفس القصه، 54,000 منهم في ميل ومنهم ميل. طيب مثلا في الهوم اند لايف ستايل، فده اجمالي المبيعات بتاعتي للهوم اند لايف ستايل والتصنيف بتاعت ميل وفيميل، فدول كده بنسميهم سب توتال. دول كده بنسميهم سب توتال. طبعا اللي تحت ده هو الجراند توتال، ده اجمالي المبيعات بتاعتي لكل برودكت لاين وكل الجندر اللي زال عندي. طيب ممتاز جدا. طيب التقرير ده هل مفيد بالنسبه لنا؟ مفيد وطلع لي معلومات كويسه جدا والدنيا تمام. بس معلومه مهمه جدا، مش كل البيفت تيبلز تبقى سهله في القراءه. يعني ايه؟ يعني مثلا انا وزميلي مثلا انا عندي مثلا 2 موظفين اكس وواي، فاكس طلع لي نفس البيفت تيبل ده، وواي طلع لي بيفت تيبل نفس الارقام بس عدل فيه شويه او عمل فيه شويه حاجات. فانا مثلا ما هروح عند اكس واشوف التقرير بتاعه، عايزه اعمل زي كومباريزون او اعمل مقارنه ما بين كل برودكت لاين في الفيميل قد ايه، فهضطر عيني تقع دي واحد، تقع على اول رقم، بعد كده تاني رقم، بعد كده تالت رقم، وركز اللي هو تبع انيو برودكت لاين. فالموضوع بيبقى صعب بالنسبه لي. بصوا اهو. فعلشان احسن من ده او اظبط او اقدر اطلع التقرير بشكل افضل وسرعه في الاداء كمان، هعمل ايه بقى؟ خلي دايما عندنا مبدا، لو في حاجه عندي بتتكرر في الروز، يفضل ناخدها ونحطها في الكولومز. بقى كده الجدول ابسط في القراءه. تعالوا نحد المزايا. اولا الارقام دي بتقول ايه؟ الارقام دي بتقول لي اجمالي المبيعات بتاعتي للميل والفيميل، يعني ده الجراند توتال للفيميل فقط وده الجراند توتال للميل فقط، فده كده الجراند توتال للجندر. طيب دي اول معلومه، خلينا حتى نلونها. طيب الارقام دي بتقول ايه؟ ده الجراند توتال لكل برودكت لاين عندي. فانا كده عرفت في الالكترونيك قد ايه، عرفت في الفاشن قد ايه، عرفت مثلا في السبورتز قد ايه، وهكذا. فتعالوا نلونها بلون تاني. فانا كده دول بيطلعوني معلومه وكمان دول بيطلعوني معلومه. طيب السيل دي اللي انا واقفه عندها اللي هخليها مثلا بلون جراي، فالسيل اللي لونها جراي دي بتقول لي اجمالي المبيعات وبس. يعني انا كده عرفت اجمالي المبيعات لكل ميل وفيميل، وعرفت اجمالي المبيعات لكل برودكت لاين، وعرفت كمان اجمالي المبيعات بس. طيب السيل حاليا اللي انا واقفه عليها دي، ده اجمالي المبيعات بتاعتي في البرودكت لاين اللي اسمه فود في الفيميل. طب السيل دي ده اجمالي المبيعات بتاعتي في الميل في البرودكت لاين اسمه فاشن، وهكذا. فانا كده قدرت اطلع اكتر من معلومه. حتى ده بنسميه كروس تاب تيبل، يعني الجدول ده كده بنروح نسميه كروس تاب تيبل، ان انا بقدر اطلع منه كذا معلومه.
يبقى تاني انا عندي اكس وواي، اكس طلع لي الشكل من شويه، واي طلع لي الشكل ده، ايوه احسن هما الاثنين نفس الارقام، هما الاثنين البيانات بتاعتهم صحيحه، بس واي مطلع لي الموضوع بشكل افضل، اقدر اعمل مقارنه بكل سهوله. يعني عيني مش هتقف او مش هتقع على كذا رو، لا خلاص اهم على طول انا كده شايفه ميل وفيميل. وكمان ممكن اعمل كونديشنال فورماتنج واقول له مثلا داتا بارز، واقدر اعرف مين اعلى ومين اقل. نفس القصه في الميل، هروح عند كونديشنال فورماتنج واقول له اعمل لي مثلا باللون الازرق، فانا كده قدرت اعرف كل واحد فيهم. بصوا هنشيل الالوان علشان تبقى واضحه بالنسبه لكم. يبقى انا دلوقتي ده بالنسبه لي الفيميل، فانا كده مجرد ان انا هبص في الفيميل فعرفت ان اعلى حاجه عندي هو الفود، واقل حاجه بعديه مثلا هو الفاشن، وان اقل حاجه هي البيوتي عندي. طيب حلو جدا. طب مثلا في الميل، لا هتلاقوا مثلا ان اعلى حاجه عندي في الميل هو الهيلث، طيب واقل حاجه هو الفاشن. طب احنا ممكن نرتب، هقول له رايت كليك واقول له اعمل لي سورت، واقول له رتب لي من صغير للكبير، فكده رتب لي من صغير لكبير. فهم معكوسين لو تاخدوا بالكم كده، ان الفيميل الهيلث هو اقل حاجه، وبعد كده الفود هو اعلى حاجه، فعكس بقى الميل. يعني مش عارفه ازاي بس ماشي، هو هنا كده عمل الميل هو الاعلى حاجه، تمام، وفي الفود والحاجات دي الميل هو اقل حاجه. طيب بس فانا كده عرفت ان الميل بيهتموا اكتر بالهيلث والبيوتي، تمام، ومش بيهتموا بالفود. طب احنا هنا العملاء عندنا بيهتموا الفيميل بالفود، تمام، ومش بيهتموا قوي بالهيلث اند بيوتي. بس كده، فانا كده بمجرد البيفت تيبل ده قدرت استنتج شويه معلومات، وقدرت استنتج شويه تقارير او شويه انسايتس عندنا هتفرق معانا في الشغل بتاعنا. معنى كده ان احنا مثلا ممكن يكون المنتجات اللي احنا بنبيعها للفيميل في الهيلث اند بيوتي مش افضل حاجه، فاحنا محتاجين نعلي من الجوده بتاعتنا علشان اظبط النقطه دي. طيب كويس جدا. طب يبقى احنا كده مجرد ان انا بعمل انسرت البيفت تيبل مره واحده، هاخد اي بيفت تيبل كنترول سي كنترول في، واقدر اطلع التقرير بتاعتي. فقدرنا نطلع التوتال سيلز لكل برودكت لاين، قدرنا نطلع التوتال كوانتيتي لكل جندر، قدرنا ان احنا نطلع كمان يبقى عندنا جزء في الروز وجزء في الكولومز. طب تعالوا نجرب ان احنا نحط حاجه في الفلتر. يعني مثلا انا دلوقتي عايزه احط لي برضو البرودكت لاين ويجيب لي مثلا كميه المباعه، تمام. طيب خليني بس انزل البيفت تيبل ده علشان نديله مساحه، واقول له مثلا اعرض لي الجندر. انا عايزه دلوقتي مثلا او الفروع. فانا دلوقتي بعد ما جبنا الاجمالي الكميه المباعه لكل برودكت لاين، عايزه اشوف التقرير ده مره لفرع اسكندريه، مره لفرع القاهره، ومره كمان للاقصر. طيب نعملها ازاي؟ ممكن عندي حلين. الحل الاولاني اللي انا هاخد البرانشز واعرضها في الكولومز، فكده عملت كومباريزون ما بينهم، بس انا مش عايزه اعملها كده. فالحل التاني بقى اللي انا هاخدها واحطها في الفلتر. انا كده باخد الكولوم او الفيلد عندي دراج ودروب، يعني باخدها بسحبها واحطها في المكان اللي انا عايزاه. فساعتها ما هاجي افتح علامه الفلتر واقول له جيب لي الناس بتوع اسكندريه فقط، فكده ده اجمالي الكميه المباعه لفرع اسكندريه فقط. طب شويه هقول له مثلا القاهره، فكده هيجيب لي اجمالي الكميه المباعه لفرع القاهره. شويه وعايزه مثلا الاقصر، فكده اجمالي الكميه المباعه لفرع الاقصر. فيا هنحطها في الكولومز يا هنحطها في الفلتر، ونبدا نفلتر بايدينا لو انا عايزه اطلع تقرير منه. فاحنا كده عندنا حلين اللي احنا نقدر نعمل الجزء بتاع الفرع ده، يا هنحطه في الكولومز فهيتعرض على طول على البيفت تيبل وهيبقى عندي الثلاث فروع مع بعض، او هحطه في الفلترز وابدا افلتر على اسم كل فرع عندي. طيب كويس جدا. شويه والفروع دخلت لي بيانات، والبيانات دي المفروض تسمع في البيفت تيبل. تعالوا نجرب اللي انا هزود شويه بيانات عندي في الداتا سورس الاصليه، وبعد كده اشوف هل هتسمع عندي في البيفت تيبل ولا لا. يلا بينا. اما اجي اعمل كنترول سهم لتحت واروح مثلا، حتى ممكن ناخد بيانات من هنا، يعني ممكن حتى نزود فرع، ودول هنسميهم مثلا فرع اسوان. كنترول انتر فهيعملها لي على طول. طيب كويس جدا. فانا حوالي زودت يعني مثلا نقول كام رو، زودنا 7 روز. كويس جدا. هل بقى اما اروح هناك هل فرع مثلا لو فتحت علامه الفلتر فرع اسكندريه والقاهره والاقصر، هل اسوان زاد؟ لا. طيب اي تعديل في الداتا سورس الاصليه لازم اروح على البيفت تيبل واعمل رايت كليك واقول له اعمل لي ريفريش. لازم اقف على البيفت تيبل واعمل رايت كليك واقول له ريفريش. طيب انا عملت كده ريفريش،
هل لما هفتح علامة الفلتر زاد عندي أسوان؟ برضو لأ. طب ليه؟ علشان البيانات دي range of data. لكن من الأول قلنا إحنا لازم تكون البيانات بتاعتنا يفضل تكون تيبل، بحيث أي تعديل أو أي أبديت يحصل يسمع عندي على طول في البيفت تيبل. مش هحتاج اللي أنا أعمل زي دلوقتي اللي أنا هشنج الداتا سورس، يعني هغير الداتا سورس إن هو كان واخد لغاية 1001 فأنا هزود له لغاية 1008 ولا حاجة. طيب تعالوا نجرب. هروح دلوقتي عند البيفت تيبل أنالايز وهقول له من الجنب الريفرش عندي حاجه اسمها change data source. هكليك فهو الداتا سورس لغايه ايه؟ لغايه ام 1001. فانا هعيد السلكت تاني، هروح اقف هنا كنترول ايه على طول فيعمل سلكت لغايه 1008 وادوس اوكي. ففعلا دلوقتي لما اجي افتح علامه الفلتر زاد عندي اسوان، اقول له جيب لي الناس بتاع اسوان فيجيب لي البيانات بتاعت اسوان. يبقى احنا دلوقتي اي تعديل هيتم عندي، انا عايزه سلكت اول، اي تعديل هيتم عندي في الداتا سورس الاصليه لازم نعمل ريفرش. طب لو هي رينج اوف داتا فهضطر ان انا كل مره اعيد الداتا سورس بتاعتي، فهقول له اعمل لي شنج للداتا سورس. طيب لو كان من الاول خالص عملنا البيفت تيبلز دي على تيبل، تعالوا نجرب. يعني انا دلوقتي خلاص هلغي الريبورت ده بتاعي خالص وهروح دلوقتي اعمل بيفت تيبلز على تيبل. تمام، هقف في اي مكان، هروح عند الانسرت واقول له اعمل لي تيبل. يعني اول حاجه هروح احول البيانات بتاعه الجدول. احنا دلوقتي بعد ما حولنا البيانات بتاعتنا الجدول، لو رحت قلت له من الانسرت دخل لي بيفت تيبل وهقول له في نيو ورك شيت، تمام، هقول له دلوقتي دخل لي مثلا البرانشز اسماء الفروع بتاعتي واجمالي الكوانتيتي. طيب حلو قوي. فكده قال لي كل فرع عندي باجمالي الكميه المباعه. فاحنا عندنا اسوان 31. خلينا حافظين الرقم لان دلوقتي هروح اعدل في البيانات وازود شويه روز لاسوان ونشوف هل هيعدل هنا ولا لا، ولا احتاج كل مره ان انا اعمل تشينج داتا سورس. تعالوا نشوف. هروح على التاب بتاعه الاوردرز وانزل تحت كده اخد بيانات اسوان دي ككوبي واعمل بيست. ممكن نزود كمان مره. طيب حلو قوي. اما اروح بقى البيفت تيبل بتاعي، هل سمع عندي التغيير 31؟ لا ما سمعش. ليه؟ محتاجين نعمل ريفرش. رايت كليك واقول له ريفرش. بس سمع ولا ما سمعش؟ فعلا سمع. يعني معنى كده لو البيانات بتاعتي او البيفت تيبلز مدخلاها على بيانات هي اصلا رينج اوف داتا، فاي تعديل في البيانات هزود همسح اعمل حاجه لازم اروح اعيد السلكت بتاعي، يعني هروح اعمل تشينج داتا سورس. طب لو هي تيبل فاي زياده اي نقص اي تعديل اي ابديت في البيانات هيسمع عندي على طول. بس طبعا ادام هعدل في الداتا سورس لازم اروح على البيفت تيبلز واقول له اعمل لي كليك يمين وريفرش. فاحنا في الفيديو ده اتكلمنا ازاي بنقدر نعمل انسرت البيفت تيبل، وشفنا قد ايه هو سهل عن استخدام الفانكشن زي السم اف والكاونت اف والسم والافريج والعيله بتاعه الاستاتستيكال فانكشن والماثيماتيكال فانكشنز. فاحنا دلوقتي نقدر ان احنا نستخدم البيفت تيبلز ونعمل سمرايز او نلخص البيانات بتاعتنا بشكل افضل باستخدام البيفت تيبلز. هنكمل في المره الجايه اكتر نتعرف على البيفت تيبلز وازاي بدل ما هو دايما بيجيب لي السمشن اقدر اجيب الافريج والماكس والمين والكاونت وهكذا. هنجربها مع بعض في الفيديو الجاي.